صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا للي عم يسمعونا عبر البث المباشر بوير عربي عبر الموجة 103.5، أيضا يلي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور مصطفى عبد الكريم، اختصاصي بأمراض العيون وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفنا لنبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء النور. مساء النور. أهلا وسهلا لك ولكل المشاهدين. شكرا لك دكتور. مستمعينا، إذا حابين تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، وموضوعنا هو رح يكون مثل ما ذكرنا أنه دكتورنا رح يكون موجود بالاستديو وهلا عم تسمعوا بشكل مباشر. رح نحكي اليوم عن موضوع مهم كتير، هو العين الحمراء. يا ترى شو هي العين الحمراء؟ والله لا يفرجكم العين الحمراء. طبعا أكيد موضوعنا هو شوي جدا مهم، وربما يعني كتير من الناس تصيبوا من هالحالة هاي. فإذا حابين تنضموا لنا بتشيلوا السماعة وتتصلوا معنا 429 101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 عبر الصفحتين الإذاعة على البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. برسالة بكومنت تكتبوا، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. مثل ما ذكرنا ضيفنا الدكتور مصطفى عبد الكريم. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين وجودي. 429 101 هو رقمنا الأرضي. العين الحمراء يا ترى شو هي؟ كتعريف كمدخل لموضوعنا الدكتور مصطفى أكيد رح يشرح لنا. تفضل دكتور. مساء الخير مرة ثانية لك ولكل المشاهدين. هلا حبينا نحكي بالنسبة للعين الحمراء من الأعراض الشائعة عنا بالعينية، لأنه العينية يعني عضو حساس وهو من أعضاء الخمس المهمين بالجسم. تماما. العين هي يعني الشوف أو احمرار أو ألم عادة تمام. بتكون. والعين الحمراء هي مصطلح شائع، يعني كتير مرات ممكن شوي نقرب على المايك. أيوة، لأنه كتير مرات مثلا بتشوف دائما في في أول كلمة لما تسأل يقول في حمار بالعين، يعني تماما. أكتر الشكوى الأكثر يعني الأكثر. بس من ضمن كلمة العين الحمراء تدخل فيها مصطلحات مرات ما هي عين الحمراء. مثلا لما العين الحمراء لما تترافق مع أعراض تانية تكون مشكلة. أما عين الحمراء لبنا نحكيها بالتفصيل بده يكون أسهل. في أنواع من العين الحمراء لازم نكون جديين لها، وفي أنواع ما يعني أمور عارضية ورح تمشي. تمام. يعني ما نخوف وما في داعي يعني بانيكا يعملوا، يعني تماما. يعملوا خوف وهلع يعني هلع. أيوة. أما مو كل نوع، لأنه هون اليوم حبينا نحكي إمتى ضروري شعبنا يعمل جدية لأنه في كتير مرات شو يصير معنا يكون عن جد كان الحمار العين فيه مشكلة. تمام. وما أجت فاقم وبعدين إجا لعنا. تماما. هون مشكلة. وفي مرات بيكون شغلة عادية جدا عرضية. وما لها أي أهمية وبتشوف
التليفونات تماما. بعد لا يزعج حاله ولا يزعج الاطفال ولا يزعج بيسبب خوف للمريض يعني. بالضبط. تماما. دكتور هلا مثل ما حكيت هلا هي ربما قد يكون الموضوع واسع جدا يعني، واكيد هلا رح نوسع اللقاء والموضوع. هلا ايمت من المفروض او شو هن اللي يدخل تحت هالعنوان هذا؟ احمرار العين، في مثلا مثل الحساسيه، في ناس بتكون معهم رد معين ما نون حاسين، دخول جسم اجنبي بالعين، يعني لو تشرح لنا هالحاله هي انه تحت اطار شو بيقع موضوع العين الحمراء او احمرار العين؟ احمرار العين او العين نعم. احمرار العين هو افضل. هلا هو الاحمرار العين رح نقسمه هون امتى؟ قسمين مؤلم وغير مؤلم. هذا كتير مهم. العين الحمراء المترافقه مع الم هذا شيء، وعين الحمراء المو مترافقه مع الم شيء تاني. تمام. الم العين كمان لازم هون نفرقها كتير مرات. مثلا تسأل مريض أو تسأل شخص يقول لك عيني فيها وجع فيها ألم، بيكون هي وخز أو حرقة أو عند الأطفال الصغار يكون عندهم جهد عيني يعطي علامات بس ما يقدر يعبر. هذا ما نو ألم واضح يكون في وجع، يعني نحن ألم تالي لشيء تاني مثلا. بالضبط. الوجع يعني يكون في ألم، يعني من علامات الالتهاب الخمسة هي الألم. تماما. ضمن المؤلم والغير مؤلم كمان يتصنف كمان صنفين. تماما. مع رط. ايوه. كنت بحديثك عم تحكي عن الرط او غير رضي. يعني عين حمراء مؤلمه وصاير رط. عارفين بينو صارت هذا الشيء. شو هن اللي تحتهم؟ واللي يكون مؤلم وبدون رط هذا شيء تاني. تماما. يعني حمراء ومؤلمه وبدون رط. اللي غير مؤلم كمان نفس القصة. بعدين بدنا نجي نحكي أول شيء عن المؤلم. تمام. مشان لأنه هذا كتير مهم، مشان العالم يتذكروا بأنه بحالات المؤلمة يكون جديين أكثر. تماما. بالمؤلمة الرضي عادة هن شو هن؟ سحجة قرنية. أيوة. يعني عبارة عن كتير مرات تشوف دفتر أطفال صغار بالمدرسة أو طابة. لا شغلات حادة. إيه؟ تماما. الطابة بيكون بالإكليلي. تماما. لأنه هي كرعي. أيوة. تمام. اما هذول لما يكون شغلات حاده بطرف او شغله او بقلم او يعني باي غصن شيء. شجره مثلا. غصن شجره كثير مهم، خاصه هالفتره كل طالعين على الزرع وما زرع. تماما. بتشوف يعني عباره عن سحجه، يعني سحجه هي مثل خط يعني يصير بالقرنيه. هذول مزعج، يعني يزعج المريض كثير. الجسم الامامي دكتور، مو القرنيه. القرنيه طبعا هي كل الحديث راح يكون اكثر شيء كله بالقرنيه، لانه هي اكثر منطقه حساسه واكثر منطقه تعصيبا هي. تمام. لانه مؤلمه جدا، لذلك وغير مروات، يعني ما فيها ترويه. العضو الوحيد في جسم الانسان تمام اللي ما يطلع منه دم، اللي ما فيها ترويه. تماما. تغذيتها بالانتشار على الدمع والماء العيني اللي جوات العين. تماما. بقى السحجه القرنيه شلون يعرفها؟ بيعرف بانه صار في شيء، علاماته في انزعاج. تماما. في تشنج بالاجفان. في دماع، خوف من الضياء ما يتحمله. هذول عادة سهلين جدا. عدم نعومة او يعني طبعا لانه لانه صاير سحجة في هذيك المنطقة. نحن شلون نكشفها عادة؟ نحط نقطة مخدر ونحط نقطة فلوريسين نكشفها مباشرة. يبان معنا. هاي معالجتها سهلة اذا يعني اذا عملت التدبير اللازم. تمام. راجع الطبيب، تسكير العين، تغطية العين 24 ل 48 ساعة مع مرهم، وإن شاء الله يرجع القرنية مثل ما كان، لأنه تلتئم. قرنية بتلتئم بهالحالات كثير. هلا الحالات الثانية المؤلمة الرضية، يعني الحمراء المؤلمة الرضية، كمان الحروق. أيوة. الحروق كثير مهم. هدول ما فيهم يعني ما فيهم ضحك أبدا. تماما. إسعافي هدول. أيوة. ليش؟ لأنه الحروق في نوعين، في حروق حرارية. أيوة. نار ما نار، وفي حروق كيميائية. مواد قلوية أو مواد حمضية، وخاصة النساء بالبيوت وعم يتعاملوا مع الكلور ومع أكيد. هدول الاثنين كمان مهمين جدا، لازم واحد يكون حذر منهم. طبعا الحراري دائما إسعاف الأولي أنت بالبيت، حاول تنظف الشيء المحروق لبين توصله للدكتور. تماما. القلوي أهم شيء بالساعة الأولى غسل العين بغزارة. أيوة. بغزارة بالماء. بالماء. أيوة. المهم الماء، تفتح العين وتغسل
وتضل تغسل. غسل مي فاتر عادي، مي من الحنفيه، بس المهم غسل، لانه هذوك الدقائق الاولى كله تنقذ القرنيه. أيوة. تنقذ القرنيه من كثافه، من ابيضات، من زرع قرنيه. وكله لانه المواد القلويه الكيماويه المو حراريه، القلويه او الحمضيه، الاثنين بيتغلغلوا بالمقلة العين بسرعه تماما، وبيخرب البروتين الموجود على سطح نعم. ولذلك اذيتهم بساعات. تماما. الحروق انطفت وشلت القطع لبين توصل، بيكون تدبيره يعني كمان صعب بس اسهل. نعم. وبالحروق القلويه والحمضيه، الحمض كمان يضل شوي اخف من القلوي. ايوه، لذلك كونوا جدا حذرين من القلوي. تماما. هذول تدبيرهم كمان، طبعا تدبيرهم هذول لازم اسعافيه، هذول ما راح يخلوه الافضل. اي نقطه طبيه او اي ما دكتور عيون او اي مشفى يعملوا تدبير يكون افضل بكثير. تحته يجي كمان الردود مثل ما قلت هلا طابه كثير مرات ينضرب طابه تماما، يعمل احمرار عين ويعمل الم ويعمل بالردود الاكليليه، يعني الردود الاكليليه المو نافذه تماما، يعني رد ولكن رده مغلق. هذول كمان جديين لازم نطلع عليهم، يعني هذا كمان لازم تجي. ليش؟ لانه ممكن يكون يبدا من نزيف وانت داخل، ممكن يكون خلع، ممكن يكون وزمة برلين، يعني كتير أسباب فيها. طبيب لازم يراجعوا الطبيب إذا صار هيك، ما يخلوها بعد فترة يجي لعنها. لكتير حالات يجي لعنها عندهم وزمات باللطخة الصفراء بسبب أكل ضربة عليه، إهمال يعني. أيوة ضرب، يعني رد إكليلي كان وناسين، وبعدين الطفل يقول ما عم بشوف مركز. إذا المصطلح العلمي عندكم هو يسمى رد إكليلي، نتيجة رد أي رد يكون بالعين أو وقع أو سقوط أو حادث أو شيء، ما في جرح. أما لما يكون في جرح صار موضوع مختلف تماما. الجرح هذا بده أي جرح بالعين بده خياطة قطعا، بده خياطة مع صادات تماما، يعني لأنه الجروح المفتوحة، العين عضو حساس جدا، نعم، مهيئ للالتهاب أكثر من كل الأعضاء الجسم مفتوح. ولذلك بالجروح تداخل مباشر، جراح، خياطة خياط إن كان جفن أو كان قرني أو كان صلبي أو شو ما كان، هذول كلهم بدك تعمل خياطة مع صادات تعطيه مشان ما يصير انتان ومشان تكون تمام. التدبير هذا هو يعني تمام. هذول كلها يدخلوا بالصنف المؤلم، يعني العين الحمراء المؤلمة الرضية، إن في رد، عارفين في رد. هلا يدخل بالمؤلم الغير ردي، هدول يعني عين حمراء ومؤلمة بس ما أكل ضرب تمام. فجأة هدول عادة يقولوا لها هجمات. هدول شو هن؟ في 3 أنواع لهم: هجمة زرق الحات تمام، يعني ارتفاع ضغط العين تمام، وهجمة التهاب قزحية وجسم الهدبي، يعني يصير التهاب القزحية يعني تماما حول أيوة. وفي التهاب القرنية الشديد يعني الحاد يعني نعم. هدول كلهم بتصنيفهم. والتهاب الملتحمة كمان ما بيسبب هالشيء هذا، هدول بدنا نحكيهم بالغير المؤلم، لأنه التهاب ملتحمة الحلاوة فيها أحمر وبس أيوة. في مفرزات حلو. إيه هدول كله اللي عم نحكي له يعني. أيوة المؤلم، بس شو اسمه الغير رضي. إيه ضمنهم مثل ما قلنا، لما نشوف عين حمراء مؤلمة وتدهور النظر بسرعة مباشرة بدنا نفكر 1 من 3، يعني معناتها هجمات حادة صار تماما، إن ضغط أو التهاب قزحية وجسم الهدبي أو تقرح. دكتور هالشيء هذا بتعرفوه، عفوا على المقاطعة، إنه عم بتعرفوه من خلال أسئلتكم للمريض، إنه أنت أخذت مثلا ضربة أو لكمة أو كذا، فالمريض بيوصف لكم انه والله كنت نايم فقط وهيك صار معي. أيوة. تماما، يعني هدول بهالحاله هدول قاعدوا فجأة صار تماما بتلاقي يعني ناس نايمين فاقون عيونهم حمراء بالضبط، يامن يصير هيك. بهدول الحالات كل واحد له تدبيره تماما. لازم بكل الاحوال تراجع طبيب بأساس ان كان الضغط هجمة الزرق الحاد مؤلم جدا، يعني يصل لدرجة اقياءات عند المريض. أيوة. يعني وجع ما يتحمله، لأنه الضغط يصير فوق 60 ملم زئبقي، يشبه آلام الشقيقة نوعا ما، تشبه تمام. ولذلك كثير مرات عم نشوف بعيادة يكون عنده شقيقة ويجي لعني يقول دكتور قالوا لي يمكن ضغط. تمام. لا، الضغط له علامات مختلفة عن الشقيقة. تمام. الشقيقة مو دائما تعمل غباش وإقياءات ورهاب ضوئي وكذا. نعم. بالضغط عين تصير مثل حجر. أيوة. الشقيقة ما تكون ضغط طبيعي تكون تماما. النظر هونيك بشقيقة ما يصير
مباشرة تدهور رؤية مفاجئ. تمام. بالضغط يصير تدهور رؤية مفاجئ مباشرة. ليش؟ لأنه الضغط يرتفع، ايوه، يتأزم القرنية، يصير فيها كثافة، المريض مباشرة يقول لك حدقة تصير هون دبوسية دكتور؟ بالعكس شو اسمه بهجمة الزرق لحات الحدقة تتوسع عكس العكس الالتهاب القزحية اللي تصير أقل تصغر. يعني. أيوة عكس بعضهم تماما. ولذلك نحن دائما لما كنا طلاب دائما كانوا ينبهونا بأنه نفرق بين الحدقة المتوسعة والحدقة المتضيقة تماما، بالهجمة زرقحات وبين التهاب قزحي. علامة واضحة يعني. علامة واضحة. المهم بالنسبة للعامة الشعب أو لأهلنا مستمعينا ومستمعينا هن يعرفوا بأنه ما دام في تدهور مفاجئ بالرؤية مع ألم مع احمرار بدون نقاش فورا أي مشفى قريب تماما بيكون أفضل. بيكون تعمل كل ما عملت تدبير أول كل ما أفضل. بالنسبة للضغط أعطيته بأول الساعات الأولى خافضات ضغط ويرجع. تمام. بعدين بده يكون له جلسات مثلا بياكل ليزر عم نعمل نحن نقول له خزع قزحية محيطي مشان نفتح ما نخلي زاوية البيت أمامي مرة ثانية تنغلق. بالقزحية بالعكس تعطيه مباشرة كورتيزون مع موسعات حدقة تخف له الألم. تمام. يعني أحسن ما يتألم أكثر ويزيد الحالة أكثر. أكيد. بالالتهابات القرنية كمان نفس القصة. تعطي العلاج المهم مشان يهدأ عشان ما تفاقم الموضوع. أكيد الحالة. هلا في عنا لما يصير عنا بقى تشوش رؤية مو تدهور مفاجئ. تمام. تشويش. يعني صاير مثل غباش. هذول عادة يكونوا التهابات قرنية الفيروسي واللي أكثر شائع عندنا بالبلد وبالدنيا كلها. يعني الفيروس العقبولي نحن نقول له الفيروس هيربس سيمبلكس. هذول المهم مو إسعافي لكن لازم بأقرب فرصة يشوف الدكتور مشان يعطيه علاجه كمان سهل. المهم بالعلاجات الفيروسية لا يتقرب الماء للعين عكس الحالات الثانية اللي طبعا. ليش؟ لأن الفيروس دائما بيحب الماء الوسط الرطب أو الرطب. لما لازم تحفظ قطرة ومرهم مع مرهم أتسكلوفير. نحن عادة نعطي مراهم عينية 5 مرات بالدنيا كلها هي أتسكلوفير مع حبوب. وإذا في احتقان نعطي قطرة مرة مرتين باليوم مشان الاحتقان راح ما بقى تعطي فقط. هدول اثنين هدول كتير مهمين بالنسبة للقرحات القرنية. في التهاب ملتحمي وقرنية مثل ما حكيت هلا. في التهاب ملتحمي للحال هلا بدنا نحكي تمام. اما هدول يعمل تشوش بس خفيف. هذول كلهم بدهم معالجات تماما. اما في عنا مؤلمة بدون رط بس الرؤية ما في رؤية سليمة. هدول عادة يكونوا فوق الصلبة يعني التهاب فوق الصلبة او التهاب الصلبي يعني بياض العين. تمام. شوف عين حمراء. أيوة. مؤلمة لكن المريض عم يقول ما عم يجع ما نظره كويس. تماما. هدول عادة يكونوا أسباب مناعية بالجسم. هدول يكونوا أسباب مناعية يتعالج الأسباب المناعية اللي عنده بالجسم ومع قطرات وعن طريق العم ويرجع. هدول كلهم بالصنف المؤلم. تماما. حلو كتير. حقيقة دكتور نحن كنا يعني محضرين موضوع الأعراض والأسباب ضمن سياق حديثك. هلا اختصرت كتير من الجوانب بهالموضوعين المحورين اللي هن الأعراض والأسباب يا ترى. لكن دكتور إذا تطرقنا لموضوع الأسباب على كل حالة اللي من اللي ذكرتم يعني العوامل المسببة لهالحالات هاي لو نحكي عنها شيء راح عنا وما كنا يعني منتبهين انه نحكي عنه. هلا هو هاي كانت المؤلمة اللي حكينا الأسباب. قلنا بأنه إذا في رد شو هني والشيء يعني الردي المؤلم الردي الغير والمؤلم الغير ردي. تماما. هلا عندنا الغير المؤلم. أيوة. هلا الغير المؤلم احمرار عين بس ما في ألم. نعم. وما في تدهور بالرؤية بس عين حمراء. هذول عادة كمان يصير عندهم يكون ممكن ضارب شغلة يكون صار نزيف تحت الملتحمة. تمام. هذا أكثر شيوعا موجودين بالبلد. يعني يبعثوا لنا صور أو يجوا خايفين اطلع عليه نزيف تحت الملتحمة هذا ما بدولش. تماما. صار بده يروح بس دير باله بس ما مش يعني لما يكون راضي تدبير سهل يعني. تدبير سهل لأنه ما في لا تهديد للرؤية ولا تهديد للشيء. ونحن نعم. بالنهاية عضونا عضو رؤية. نحن كل عمل الأطباء الطبيب العين شو هو؟ الرؤية. يحافظ على الرؤية. نحن لما نشوف العين. أيوة. نحن وظيفتنا وظيفة العين. القلب دقات قلب. نحن الرؤية إذا تمام. ما عندي تهديد على الرؤية ما عندي خوف أبدا. تمام. أحاول بقى أخفف له الاحتقان وأحاول شيء تاني.
لذلك بالغير المؤلم ما دام مو مؤلم بس ضارب ومو مؤلم ولا تدهب الرؤية خليه يخاف. عادة هذول الزفات تحت الملتحمة نعم. قاطرة صاد إذا تعطي لأنه ممكن الشال اللي انضرب فيها يكون وسخة. تماما أكيد. أما الغير المؤلم وما في رض يعني يقول والله فجأة شفت عيني، هذول يدخلوا لحديث لحديث بالالتهابات الملتحمة. الالتهابات الملتحمة صح عين حمراء لكن لا ما في ألم، ما في تدني قدرة بصرية. بهالحالات تعالج الالتهاب الملتحم ولا أكثر. الالتهابات الملتحمة مثل ما حكيت في على 3 أصناف يعني كتار، بس شيوعا التهابات جرثومية فيروسية تحسسية. تماما. الجرثومية يكون في جرثوم مميزاته قيح مفرزات يكون العين ملتصقة ببعض تماما على لون أصفر ساعات الصباح يعني. أيوة. ما يقدر يفتح عينه تماماً. من الوسخ. هذول تنظف العين العين بشاي مرة قطنة تحطها بشاي المرة فاترة تنظف وبعدين تستعمل قطرة صابات ويكون وضعه كويس. بالنسبة للالتهاب ملتحمة الفيروسي الأدينا فيروس هذا كمان شائع عندنا بالبلد كتير وهي أكثر شيوعا بالشتاء. أما هلا مرات عم يمر علينا وهي كم يوم عم يمروا أكيد لأنه الجو ينقلب أو يكون برد برا أو يكون عنده التهاب صاير عنده التهاب حلق التهاب لوزات أو التهاب الحلق يزت للعين. هدول كمان معالجتهم سهلة بقطرات مرطبة مع صاد مع مضاد احتقان ويتخفف ويصير كويس. تمام. يبقى هون نحن هلا فترة الصيف والدنيا نار تعرف أكيد يعني العوامل المسببة كثير يعني. يعني التهابات الملتحمة التحسسية والله شائع جدا ببلدنا. نعم. أسباب جفاف. نعم. تلوث بيئي مثلا. تلوث بيئي، شمس قوية. تماما. حرارة مرتفعة. أيوة. نظافة. يعني دول كل الأسباب عم تهيئ يصير عندك تماما التحسسات. أكيد. التحسسي يعني أهم شيء بالتحسس أهم شيء دائما كمادات باردة. أيوة. يعني أنا دائما عم بقول شايف انت على قلة الكهرباء ما حدا عنده لا إذا هون هلا صاير متعارقين مع المكيف نحن. لذلك قدر الإمكان المي إذا تتوافر مي بارد. أيوة. يغسل دائما غسولات مي بارد. أيوة. كمادات باردة. هلا كتير مرات يقولوا للعالم نحن نحط بوس، لا ما في داعي تبوس لأنه في تبريد كمان للجلد. تمام. مع الزمن لا خرقة قطنة نظيفة حطها بالمي بارد تبرد نشفها وحط على عيونك دقيقتين 3 ل 4 وخلص. تماما. وبالنسبة للقطرات اتحاشوا لأنه نحن منطقة مزمنة يعني منطقة صيفنا طويل. تماما. ما فيك تعطي كورتيزون على مدار 3-4 شهور. ممكن تعطي حالات حادة وكتير تعطي لأسبوع 10 أيام 15 يوم بالكتير أقل من شهر يعني. أما الأفضل يكون دائما قطرات مضادات هستامين ياخذها مع كمادات باردة مع مي يعني ابتعاد قدر الإمكان من أماكن اللي فيها غبرة فيها حرارة فيها روائح. نسينا للستات البيت يعني فترة هالصيف القوي اللي عنا هالشهر شهر ونص خففوا الكلور والفلاجيل يعني منظفات حاولوا تخففوا مشان الريحة ما يجي لكم. أكيد. بنوجه تحية لجميع اللي عم يشاهدونا وطبعا تحية خاصة للدكتور ينال وهو بعت رسالة حابب أسأل الدكتور عن رأيه باستخدام الميثيل بريديزلون بركود تمام العين. وتحياتي طبعا أكيد الدكتور رح يجاوب على سؤالكم وتحية لك الدكتور ينال سعيد. نجاوب على سؤال الدكتور. إيه كتير سلامات للدكتور ينال من الشباب أكيد هو متابعنا صديق. لا ونعتز فيه بأنه أكيد من الأطباء هو وأمثال والجديرين بالثقة. أيوة. دكتور ينال هو بيعرف الميثيل البرينزيلون له مثل الكورتيزون. هي اصلا الكورتيزون هي داخله بالصنف تبع الكورتيزون برينزيلون لانه هي لها اصناف ديكساميتازون برينزيلون فلوروميتولون والبيتاميتازون وبعدين اخر شيء يجي لنا شو هيدروكورتيزون. يجي من الاقوى للاضعف ويجي من الاسرع للاقل المديد او الاقل. أيوة. نعم. هلا بالنسبه لميثيل قلنا مرضى مشتركين بيناتنا يعني. اكيد. هلا مثلا التهاب عصب بصري حاد بدك تعطي جرعات عاليه
ايوه اذا ما بدك تعطي راح النظر. ايوه لذلك هون ما في مو خوف، لا يخاف المريض يوم الطبيب يشخص له شغله ويعطيه شو اسمه الدواء ما يخاف. وبعدين عاده ميثيل بريدنيزولون نحن نعطي يكون ابر وبعدين حب. نحن هون كعينيه شو نراقب؟ اهم شيء نراقب ضغط العين. مراقبه ضغط العين اذا كان بس بدون استطباب لا طبعا ممنوع، وليه غالي لانه ما راح يصير اكيد. اما عاده لما يكون له استطباباته اذا مو ما يكون يعني ميثيل بريدنيزولون ما راح ينقذ النظر. تمام. لذلك بدك تعطي. نحن كطبيب عيني ايش يعني او بالوزمات حليمه العصب البصري لما يكون في وزمه او يكون في التهاب وخاصه يكون وزمه التهابيه هون ما في حل، اجباري بدك تعطي بجرعات عاليه. هون يكون بس خلاف بالنسبه للمشاهدين اللي عنده سكري. ايوه ما ينسى هون يتابع دكتور السكر عشان يعدل له السكر لانه هاي بدها ترفع له السكر كثير. ايوه ونحن عندنا شائع كثير السكر بمنطقة. لذلك يكون هالنقطه كثير مهمه واشكره على هالسؤال. يعني اكيد نحن كمان نشكر الدكتور ينال على متابعته ومداخلته. ايضا الاخ طلال دير كفاني عم يسال سؤال للحبيب الصديق الدكتور: جفاف العين له علاج؟ ولكم كل التقدير والاحترام. تحيه لك ايضا. الاستاذ طلال كاتبنا وشاعرنا ايضا صديق يعني ومتابع، وهو كان بدنا نحكي شويه هلا على الجفاف وهو دخلنا بهالموضوع. اجى السؤال ايوه اجى السؤال صح. جفاف العين هي كمان تعمل احمرار. ايوه يعني اسبابه كتير مثل ما قلنا. هلا يبدا من الاجهزه الذكيه بالنسبه للاضاءه الزرقاء. أيوة. وهي احد الاسباب الاساسيه. يعني انا اتذكر بسنه 2000 كنا بمؤتمر بدمشق ببان ارا، هونيك دكتور ياباني حكى عن موضوع الجفاف. أيوة. يعني كان هذيك الايام قليل جدا. تماما. سال هيك كم مره قال كم واحد تشوفوه؟ كلهم قالوا قليل. قال بعد كم سنه بس تيجي تكنولوجيا رح تشوف. اليوم شفناه مرض عصر. مرض العصر. اهم شيء بالجفاف العين هي لازم تشيل الاسباب. نعم. ان كان الاضاءه، ان كان سوء امتصاص عند الاطفال اذا في، ان كان نقص فيتامين A، هدول كلها مسببات تبع الجفاف. تحاول قدر الامكان تبتعد عنها. يعني الاضاءه كتير مهم بتجفف. الهواء ان كان ساخن او بارد. شوف بالنسبه للالتهابات الملتحمه لما المريض يكون عنده حساسيه يجي له هواء بارد يرتاح. بالجفاف لا، بالجفاف هواء البارد ما بيزبط معه ولا الساخن يزبط ولا معه. ابدا. علاجه علاج عرضي، قطرات مرطبه. ايام زمان بسوريا كان عندنا قطرات قليله، اليوم طلع عندنا اصناف كثيره من كل من كثير شركات. يبدا من البوليفينيل كحول لا نصل ميثيل سلولوز لا نصل هيلورونيك. يعني انواع ومدته. يعني القطرات المرطبه ايش نحن نريد خاصيه الترطيب مع مده التاثير. ولذلك هذا يعني قدر الامكان ابتعاد عن الاسباب مع استعمال قطرات مرطبه وشرب الماء. تمام. يعني لازم يحاول الانسان قدر الامكان ما يحاول يصير عنده جفاف، يحاول دائما يكون عنده ترويج إماهة قويه. تماما. احد المشاهدين دكتور بعثنا صوره على الخاص طبعا، صوره لطفل عمره 7 سنين. طبعا نحن اليوم مسرورين جدا بوجود الدكتور مصطفى عبد الكريم اختصاصي بامراض العيون وجراحتها، ومشكورين جدا على تفاعلكم واسئلتكم. مثل ما ذكرنا انه هي اسئلتكم اللي بتغني اللقاء. الدكتور رح نفرجيكم الصوره اللي هي عباره قد يندرج تحت امراض الجلد، ولكن مثل ما بيقولوا المريض او المشاهد بعث لنا الصوره واكيد راح هاي تابعه للجلديه تماما. هاي بده لانه صاير مقطعي. هلا هون في حالات بدون بقايا الموجودين عليه. نعم. هلا في ستير شويبر تماما، تنازل ستير شويبر كمان احمرار بس بدون هالتغيرات على الابيديرم تبعت الجلد. تماما. هاي ما بتشبه. هاي بتشبه اكثر يكون اتوقع يكون فيروسي حلو. او يكون
هلا هون كمان ضمن اختصاص جلديه، بس احتمال اذا كان مؤلمه وخاصه يكون على مسار على العين، يكون الزوستر ده المنطقه يعني تشبهها كثير تماما. هن ساكنين بدوله نمسا. طبعا بنتمنى السلامه للطفل اللي بعثوا لنا صورته. هاي دكتور دكتور جلديه تمام. بس انا اتوقع يكون اذا مؤلمه وشو اسمه بيكون هاي تشبه كثير دي المنطقه تمام. زوستر زوستر. بنتمنى السلامه للطفل اللي بعثوا لنا. خلي يسالوا الشيء دكتور، اكيد يراجعوا طبيب. اكيد. شكرا لاجابتكم على السؤال دكتور. نرجع لموضوعنا ايضا دكتور، انه التشخيص عندكم هلا كل هالمواضيع والمحاور والانواع اللي حكينا عنها، بتشخصوها عندكم بالقصة السريرية، بالفحص بالمجهر، يعني الإجراءات التشخيصية عندكم لو لحتى بتوصلوا للتشخيص التفريقي يعني. هلا بالنسبة للتشخيص كتير مهم، لأنه نحن نبدأ دائما قصة سريرية. نعم. شو صار؟ نعم. وشو الموجود، وعدس يطلع جهاز الشقي تماما عم يعطينا كل تفاصيل. إذا في جرح، إذا في سحجة، إذا في رط، إذا في كله يعطينا. غير هيك مثلا الردود الإكليلية اللي بدون جرح بدون هدول بنعمل فحص، نبدأ من قرنية، بيت أمامي، زجاجي للخلف، يعني وصولا للشبكية. كتير مرات من بعد الضربة يكون في وزمة برلين. أيوة. وزمة برلين هي إيش هي؟ بالراط يصير وزمة بكل الشبكة، يطلع عليها كلها بيضاء. هي لونة الشبكية لما نحن نطلع عليها لون وردي حلو. أيوة. يعني هيك لون وردي. تمام. بعديك بتشوفها خلص على بياض. ليش؟ لأنه يكون مردود. تمام. كومونيشن اوف ريتينا. يعني هاي كانت ليش سموها ببرلين كمان؟ هاي حدثت، شافوها كتير، حدث أيوة. الحرب العالمية الثانية وتسمت هيك يعني، تثبت على الاسم. لذلك التشخيص دائما يكون الطبيب. نحن هون هدفنا ايش هو من هاللقاء؟ الحالات اللي قلناها بانه مهمة يراجعوا دكتور اقرب طبيب عيون. نعم. لهم او مركز عيون يراقبوا يراجعوا. الحالات اللي قلنا يعني اهم شغله بهالنقطه، مو مؤلم وما في رط وما في تدهور رؤيه، تماما، لا يخاف، لا يزعج حدا. اذا طالما عم بتشوف منيح فلا تخاف يعني. لا تخاف. والم ما في الم. تماما. يعني ما في الم وما في تدهور ما في مشكله، تاخذ يوم ثاني اذا تطمن ما في. اما اذا في الم مع تدهور رؤيه شديد اسعافي ابدا. اذا تشوش ممكن، بس لازم يكون كمان اقرب فرصه. يعني الامور الثانيه لازم اكيد. الاخ شوفان داري ايضا بعد سؤال، يسعد مساكم دكتور، في عندي نقطه بيضاء جاي على سواد العين. نقطه بيضاء على سواد العين، هاد ساد ابيض. لا سواد العين ما بعرف يعني النقطه بيضاء جاي على القرنيه ولا على العدسه؟ يا ريت الاخ شوفان توسع اكثر بالرد الجاي ان شاء الله. نستنى تعليقك يعني الجاي يعني. ايوه. جاو لحتى الدكتور يعطيك يعني قدر المستطاع يعني الاجابه صحيحه. مشان بس بدنا نعرف هاي النقطه السوداء الموجوده، اذا يعني نقطة بيضاء موجودة على قرنية راح تكون هاي كثافة قرنية. نعم. هاي راح نشوف خراشية. أيوة. ولا هذا فيروس ولا إيش. إذا مو على القرنية، قرنية شفافة، إذا موجودة على العدسة هذا بداية مي. تمام. إذا موجود مو موجود لا على القرنية يعني هذا بده فحص. تماما. أكيد على الفحص. أيوة. أكيد. يعني نفس قصتنا اليوم لما يقولوا دكتور عيني حمراء، بس حمراء تحته كتير. أكيد في تشاخيص أكيد كتيرة. دكتور هلا كمان يعني نرجع هلا سؤالنا اللي انه بفترض حالي انا مستمع وراح اسال الدكتور مصطفى عبد الكريم. دكتور، ايمت لازم المريض او اللي ذكرنا منه الحالات اللي صابوا عينهم حمراء ايمت يزور الطبيب، وايمت ما عنده مشكله ياجلها، فيها تتاجل؟ بظن ذكرتها هلا من شوي. صح. لكن هذا محور يعني حابب انه ياخذ حقه بلقائنا، انه الحالات التي تستدعي الإسعاف أو الذهاب إلى الطبيب بأسرع وقت، والحالات اللي قد تؤجل، يعني حالات باردة إذا فينا نسميها. هاي أنت تيجي مني مثل ملخص. تماما. هذا يقولوا الملخص الحديث. زبدة الكلام. نعم. لما يكون في احمرار غير مترافق مع ألم، غير مترافق مع تدني قدرة بصرية، لا خوف أبدا. لا خوف. ما دام ما في يعني في احمرار، ممكن مثل ما قلنا نزيف، التهاب ملتهب، دول كله لهم تدبير. يعني انا ما له خوف، بس خوف يعني يراجع، بس ما له اسعافي. امتى اسعافي
كتير يوم اللي يكون عندك حمراء عين مؤلمة مع تدهور شديد. نعم. يعني نحن هلا قلنا لك يعني تمام. هدول اسمهم هجمات حادة. أيوة. إن كان ضغط أو التهاب قزعي أو التهاب قرنية الحاد. اللي التانيين اللي يكون عندهم تشوش رؤية واقع تحته مثل ما قلنا بأنه التهاب قرني فيروسي أو التهاب قرني جرثومي أو هدول ممكن بس مو إسعافي مطلق. أما الأولى مو إسعافي مطلق تماما. والتانيين كمان يعني المهم أهم شغلة إسعافي أقرب شو اسمه يوم يكون عندنا تدهور شديد مع مع يعني تدهور قدرة بصرية يعني تدني مع احمرار مع ألم شديد. هذا لازم ما يأخر عليه ساعات. وبالردود أي رد الغير الإكليلي مو مشكلة تقدر تستعمل بس أما في رد جرح نافس لازم مباشر. تمام. والحروق هدول لب الموضوع. الأخت همرين عم تسأل الزوائد اللحمية تحت الجفن هل يتم إزالتها بالعمل الجراحي؟ على زوائد الجلدية هدول تابعين لأخصائيين التجميل بس ممكن جراحي وممكن بالليزر كمان. تماما. وحتى فيها مواد كيماوية عم يشيلوها. تماما. هاي دخلت ضمن اختصاصهم. الأخ مروان عيسى أيضا بعد دكتور شو معالجة جفاف القرنية؟ جفاف القرنية معالجته يكون مو مثل جفاف اللي في عندنا كمان نقطة. في جفاف ملتحمة في جفاف قرنية. أيوة. كويس سؤال حلو وأشكره عليه. بالجفاف القرنية هدول عادة اللي عاملين ليزر يصير معهم كتير. أيوة. اللي يتعاملوا كتير ساعات طويلة مع الحواسيب أيوة اللابتوب كمان هدول ما لهم غير قطرات مرطبة والأفضل يكون القطرات الحاوية على الهيلورونيك. يعني أيوة. عندنا موجودين هيلورونيك عندنا موجود هيالورفيسكوس عندنا موجود هيلورام. يعني هدول المجموعة والحمد لله بفترة آمنة ومتوفرة. وفترة زمنية طويلة. هلا في كتير لما يكون مترافق مع سيندروم سيكا هداك شيء تاني. هداك حتى بدك تستعمل مراهم زيتية. شو اللي ذكرته المصطلح اللي ذكرته لنشرحه للمستمع؟ السيكا هذا هو اعتبار سيندروم جفاف ملتحمة مع الأغشية المخاطية كاملة. يعني هذا الجفاف يبدأ من العين ومن الأغشية المخاطية والجميع. هون بدنا نستعمل مرطبات زيتية مثل نعم. فيسكوتيرس. أيوة. لأنه ما بكفي حتى الهيرونيك ما بكفيه كتير. دكتور ما شاء الله المستمعين كلهم عم يمدحوا فيك وما كنا نعرف انه لهالدرجة محبوب. طبعا اكيد انتم بالوسط وعنا اكيد محل احترام وتقدير. المستمعين كلهم عم يوجهوا لك تحية. ايضا العم ابو جوان محمد هو من الدنمارك عم يبعث لك سلام. فهو انه هو كان مريضكم كان يتعالج عندكم. الاخ شفان رد علينا على العدسة البياض اللي كالنقطة البيضاء على العدسة إذا كان قطبية أمامية أو خلفية ما في مشكلة يكون خلقي. تماما. أما إذا جديد صاير يراجع أي طبيب. تماما. إذا النقطة ما يأثر على القدرة البصرية ما في أي مشكلة. أما إذا بدأت يعمل له غباش ساعتها في تداخل جراحي عملية فاكو وسهل كتير. بجميع الأحوال فيك تراجع طبيب بعينية بالدولة اللي أنت فيها. بنتمنى السلامة لجميع مستمعينا ومتابعينا. دكتور وصلنا لموضوع العلاج بعد التشخيص وتحديد النوع. العلاج كيف بيكون؟ إما جراحي إما دوائي؟ جراحي ما بده شيء يعني. ولما يكون عندنا ردود يكون جراحي تداخل مباشر وجراحي. نعم. خياطة مع شو اسمه. لما يكون عندنا حروق طبعا هذول تداخل دوائي. يعني الثاني كلهم تداخل دوائي إلا حالات اللي مثل حكينا لك. يعني النزيف تحت ملتحمة بدون أي شيء. حتى هذا ما بده ولا شيء أبدا. بده يروح يمتص لحاله. تماما. لأنه في دورة إيماها بالعين. تماما. تفرز وبتطلع من تحت الملتحمة وبتطلع برا. ما شاء الله. هي لحال تغسل عينيه. يعني العين لما تطلع عليه عين عضو رائع. كل جسم الإنسان طبعا هو كله بس العين يبقى عين. سبحان الله. طبعا دكتور هيك بعد العلاج ومحور العلاج هلا دائما نحن بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح لمستمعينا ولمتابعينا
طبعا موجه تحية لكل اللي بعثوا لنا سلامات للدكتور، ورغم ان الدكتور يعني ما عنده فيسبوك، ما انه نشط على الفيسبوك كمان، فنحن بنوجه سلامكم مباشر للدكتور. الكل اللي عم بعثوا رسائل عوضا عن الدكتور بشكركم اكيد. نصائح زبدة وخلاصة لقائنا لليوم، الدكتور مصطفى رح يلقي مجموعة من النصائح لمستمعينا ومتابعينا. بالنهاية يعني الاحمرار مو كل مرة الواحد يخاف منه. حالات اللي حكينا خلي لا ينسوها إن كان لا سمح الله، ونحن نتمنى السلامة للجميع أكيد. لأنه كله أحبتنا وكلهم أهلنا، يعني بالك كلياتنا أهل طبعا. أهم شيء الحالات اللي حكينا اللي فيها خطورة أو لازم إسعافي خلي يكون أفضل أقرب طبيب أو أقرب مركز. الحالات الثانية ما في خوف كبير، يقدروا يأجلوا ليوم ثاني أو يراجعوا بأي وقت، ما في مشكلة بس لا يتأخروا. والحالات اللي قلنا لي ما في أي مشاكل، حتى يعني للإطمئنان ما في مشكلة تمام. يعني وأنا بالنهاية أنا أتشكر الجميع كل اللي بعثون سلاماتهم، ونحن بالنهاية فخورين فيهم أكيد، ويعني بمحبتهم راح إن شاء الله أكيد نزداد أكيد. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. ألف شكر لكم دكتور. دكتور مصطفى عبد الكريم كان ضيفنا مستمعينا ومتابعينا، اختصاصي بأمراض العيون وجراحتها. بنشكره كتير على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. راح نترك المايك للدكتور إذا حابب يوجه تحية للمستمعين أو للمشاهدين. أشكرك والجهاز اللي معك الفني. شكرا لك. وكمان مرة أشكر كل المستمعين والمشاهدين وأتشكرهم كتير كتير وعلى محبتهم. شكرا لك. دمتم بخير. ومستمعينا أيضا بشكر زملائي بالكنترول. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.